لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حارس القيسارية الجزء الأول. بعد أن ينصرف التجار بعد الزبناء، يغلق العم محمد أبواب القيسارية، وقد دأب على تناول وجبة العشاء مباشرة بعد أن يطمئن إلى أن لا أحد بقي في الداخل وأنه سيد عالمه الليلي. كان يتخذ من مكان مقابل للباب الرئيسي للقيسارية مجلسا له، يرسل قطعا من الكرتون ثم جلدة كبش بيضاء تزينها شامات بنية. يتناول طعامه بعد أن يشغل راديو كاسيت قديم لونه أسود، يستمع كل ليلة إلى أغاني أم كلثوم يحفظها عن ظهر قلب، وحين تتيه عن ذاكرته مقاطع أو كلمات فإنه يعوضها بدندنة تساير الإيقاع العام. من حين إلى آخر يقوم بجولة عبر كل ممرات القيسارية. كان رجلا أمينا، فخلال كل السنوات العشر التي أمضاها حارسا للقيسارية لم يشك أي من التجار سرقة أو ضياع بضاعة أو مال. في الصباح في حدود 9 يغادر العم محمد القيسارية بعد أن يصل أول تاجر. الذين يعرفونه عن قرب يعرفون أنه لم يتزوج، وأنه يسكن غرفة اكتراها فوق سطح إحدى العمارات في حي المحيط في الرباط. عدا ذلك لا يعرف عن الرجل أي شيء آخر. في تلك العمارة قليلون هم الذين يعرفونه. يأوي إلى غرفته ضحى، ينام ولا يستيقظ إلا عصرا ليستعد لليلة جديدة في القيسارية. لم يكن يزوره أحد، وقليلا ما كان ينزل إلى المقهى المقابل للعمارة. وقد ظن فضوليون أن وراء الرجل سرا ما كان تكتمه يستفز الفضول. رجل جاوز 60 يعيش وحيدا في الرباط، كانت طريقته في الكلام تشي بأنه ينحدر من المنطقة الشرقية. لعل المرحوم الحاج القادري الذي كان أمين تجار القيسارية كان يعلم عنه أكثر من ذلك، فهو الذي اتفق معه على أن يتولى الحراسة ليلا. الرجل كان ضمن مجموعة من عمال البناء قاموا بأشغال في القيسارية، وقد أعجب الحاج بجديته وتفانيه في العمل، وبما أنه نال ثقة الحاج فقد نال بالتالي ثقة كل التجار. مرت 10 سنوات، نحن في العام 27. بدأت تظهر على العم محمد علامات العياء. علت سحنته صفرة، وتراجعت بنية جسمه، وبدأ يدب فيه النحول. أغلب التجار لم ينتبهوا إلى حالته. كان يغادر القيسارية عند وصول أول تاجر. وحده تاجر الشربيل وخيوط الصقلي عبد الغني تنبه إلى أن العم محمد يعاني مرضا ما. سأله ذات صباح، ولكنه لم يتلقى منه جوابا، فقد شكره على اهتمامه، وكان عبد الغني قد عرض عليه أن يصحبه إلى الطبيب. صار الرجل لا يقوى على القيام بجولاته الليلية في القيسارية، ولم يعد ينبئ عن وجوده في الداخل سوى صوت أم كلثوم المنبعث من الراديو كاسيت. سرعان ما صار يستعين بعصا يتوكأ عليها. للقليلين ممن يتجاذب معهم الحديث بين فينة وأخرى شكى ألما في الظهر وفي الساقين. ثم ذات مساء لم يأت إلى عمله. رفع آذان العشاء في القيسارية، ولما قضيت الصلاة تلك الليلة من مارس بدأ التجار يغلقون دكاكينهم وينصرفون. في جملة من تأخر المعلم عبد العزيز صاحب محل الخياطة التقليدية، وقد تنبه إلى أن العم محمد لم يأتي بعد، وأنه تأخر إذ كان يأتي قبيل صلاة العشاء. كان على رابطة التجار أن تتدبر الأمر. اتصل عبد الغني بائع خيوط الصقلي بالعم محمد، ولكن هاتفه ظل يرن. لم يتلقى جوابا بعد عدة محاولات، وكان الحل أن يبيت تلك الليلة في القيسارية الحارس الذي يعوض العم محمد أيام الجمعة عطلته الأسبوعية. في صباح اليوم التالي تطوع عبد الغني لاستطلاع ما حدث للعم محمد، فقد كان الوحيد الذي يعرف عنوان سكناه. يذكر أنه أوصله مرة إلى باب العمارة التي يسكن غرفة في سطحها. أوقف سيارته في باب العمارة، دخل. كانت عمارة قديمة تفتقر إلى العناية.
قبل أن يتخطى الطابق الثاني التقى رجلا نازلا السلم، سأله عن العم محمد، ولما تنبه إلى أن الرجل لم يعرف من يكون العم محمد أضاف أنه يبحث عن رجل يعيش في غرفة وحده على السطح. دله الرجل على غرفته، كانت الأولى على اليمين بعد أن يتخطى عتبة الباب المفضي إلى السطح. لما وصل عبد الغني إلى ذلك الباب كان قد تجاوز الطابق الرابع وكان يتصبب عرقا. منح نفسه بضع دقائق لاسترجاع الأنفاس. تقدم إلى باب حديدي كان الأول على اليمين، يبدو أن صفيحته لم تلمسها صباغة منذ أمد بعيد، كان يغلب عليها لون الصدى. طرق الباب، طرق مرة أخرى. من عمق الغرفة سمع سعالا، يبدو أن العم محمد مريض. أطل رأس من باب الغرفة المجاورة، كان رجلا، نظر إليه ثم عاد، ولكن عبد الغني الذي لم يسمع ردا اقترب من الباب حتى كاد يلصق بها وجهه، ثم بدأ ينادي: محمد محمد. أخيرا سمع جوابا: ادفع الباب، ادخل. بالكاد كان يسمع صوته. دفع عبد الغني الباب فوجد نفسه في غرفة هي أقرب إلى ممر منها إلى غرفة كانت تمتد بضعة أمتار وتنتهي بجدار به باب صغير لا دفة له. في عمق الغرفة الممر سرير من خشب، كان العم محمد ممددا، المكان شبه مظلم وبالكاد استطاع أن يتبين وجوده على السرير. كان ملتحفا بطانية داكنة الألوان. حاول الجلوس. دعك مستلقيا عمي محمد، قال له عبد الغني. كيف حالك؟ كما ترى فيك الخير سي عبد الغني. في أيام معدودات صار الرجل ظل نفسه، نهض من سريره، مشى جهة الباب وأنار الغرفة. قال له عبد الغني: سآخذك إلى المستشفى. لا، الأمر لا يحتاج، لا داعي. كان صوته خافتا. أرى أنك بحاجة إلى ذلك. نهض عبد الغني، بدا له أن الرجل في حالة ضعف شديد وأنه لن يستطيع تحمل نزول سلاليم العمارة، ولذلك خطر بباله أن يأتيه بطبيب إلى غرفته تلك. سأعود بعد قليل. صمت العم محمد، عاد إلى سريره واستلقى. بعد نحو ساعة عاد عبد الغني ومعه طبيب شاب. فحص الشيخ، طمأنه، كتب له وصفة، ولما كان نازلا من العمارة أسر لعبد الغني بأن الرجل في حالة صحية صعبة وأن عليه أن يدخل المستشفى للعلاج. اشترى عبد الغني الدواء الذي وصفه الطبيب وعاد إلى العم محمد. ناوله حبة وكأس ماء. كان عبد الغني يفكر في المستشفى الذي يمكن أن ينقل إليه. أعد له كأس حليب دافئ، ولما رآه وقد استراح قليلا أبلغه بأن حالته تستوجب نقله إلى المستشفى، ولكن العم محمد عاد وأبدى امتناعه عن الذهاب إلى المستشفى. قال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب سيحقق الشفاء المنشود. وحتى يقنع عبد الغني بأن صحته ليست بالتدهور الذي قد يتصوره، جلس على فراشه، صمت قليلا ثم قال: لا تقلق سي عبد الغني، نحن في الحياة نسعد ونحزن، نصح ونمرض، ثم سنموت يوما حتما. كذلك قدر الإنسان في الحياة. في حياتي سعدت بمعرفة رجال يستحقون رجولتهم مثلك سي عبد الغني، وصادفت أنصاف رجال وأشباه رجال سامحهم الله. كان يبدو وكأنه يحدث نفسه. فاجأ كلامه عبد الغني، بدا له وكأنه يقدم للإفصاح عن شيء ما، ولكنه عاد ليلزم الصمت. وحتى يستدرجه إلى قول ما قد يكون يريده، قال عبد الغني: نعم عمي محمد، كذلك هي الحياة، نقابل خلالها أصنافا شتى من الناس، نلتقي من يسعدنا ونسعد به، ومن يؤذينا ويظلمنا، ومن ينصفنا. تنفس الشيخ نفسا عميقا، صمت حتى ظن عبد الغني أنه نام، ثم عاوده سعال. ولما هدأ قال: سي عبد الغني، أنت إنسان طيب. العفو عمي محمد، الله يشفيك. استمع جيدا إلى ما سأقوله لك واحفظه.
خيرا إن شاء الله. ناولني ذاك الصندوق الصغير. أشار إلى صندوق خشبي قديم كان بجوار حقيبة سفر. لما جاءه به فتحه وأخرج منه ظرفا أبيض بداخله كانت مجموعة من الوثائق، منها جواز سفر قديم. أخرج منه أيضا صورا ووثائق أخرى. كان عبد الغني يراقب في صمت. قال العم محمد: هل أستطيع أن أستأمنك على سر؟ لم يرد عبد الغني، كان يريد أن يعلم أولا: أريدك أن توصل هذه الأمانة إلى عائلتي. كانت المرة الأولى التي يسمع فيها العم محمد يتحدث عن عائلته. الجميع في القيسارية يعلمون أنه رجل يعيش وحيدا ولا يعلم له أهل ولا أقارب. هم عبد الغني بالحديث، ولكن العم محمد طلب منه أن يتريث. قال له: لن أدعك حيرانا، سوف أفضي إليك بأشياء أرجوك أن تحفظها. اسمي عبد الكبير وليس محمد. أنا عبد الكبير الريداني، جئت من وجدة قبل 12 سنة. خلفت ورائي زوجة وولدا لم أرزق غيره. هذا جواز سفري، انظر، انتهت صلاحيته منذ سنوات. تناول عبد الغني الجواز. في الصفحة الأولى صورة صاحب الجواز، لم يشك في أنه العم محمد عبد الكبير الريداني. عنوان سكناه وجدة. ألقى نظرة على صفحات الجواز، كانت بها عدة أختام أغلبها يسجل العبور عبر بوابة مليليا المحتلة. كانت الصورة نفسها على بطاقة التعريف الوطنية. حلق عبد الغني بعيدا بخياله: من يكون هذا الرجل؟ هل هو العم محمد الذي عرفناه على مدى 10 أعوام هادئا وديعا وخدوما، أم هو شخص آخر؟ كان الشيخ صامتا. هناك فوق سطح تلك العمارة القديمة في حي المحيط يعم سكون غريب. عاود الشيخ السعال. ناوله عبد الغني كوب ماء، ثم بعد لحظة قال له: لا تستعجل الأمور، ستعرف كل شيء. هل تعدني بمساعدتي؟ نعم أعدك، رد عبد الغني، سأقول لك كل شيء. للقصة بقية. حارس القيسارية، الجزء الثاني والأخير. ظهر ذلك اليوم ساد السكون سطح العمارة، حيث يكتري العم محمد غرفة. وبرغم المرض الذي كان ينخر جسده، كان الرجل يبدو سعيدا. لقد آنس وحدته ذاك اليوم عبد الغني تاجر الشربيل وخيوط الصقلي في تلك القيسارية التي يعمل بها منذ 10 سنين. جاء إليه بطبيب إلى غرفته، وصف له دواء، وأسر إلى عبد الغني بأن حالة الرجل تستدعي نقله إلى المستشفى. ولكن العم محمد الذي تبين الآن أن اسمه الحقيقي عبد الكبير الريداني رفض بإصرار. كان يفكر في البوح بأسراره. استوى على سريره وقال بصوت به بحة: سأقول لك كل شيء، فربما أدركني الموت. لقد أخفيت هويتي الحقيقية لأنني كنت ملاحقا من أحدهم. كان شقيقه شريكا لي في التجارة، كنا نعمل في التهريب. مات المسكين في حادثة. انقلبت السيارة التي كان قد حملها بمواد مهربة كان ينقلها إلى سوق بن درار. اشتعلت النار في السيارة، ظل حبيس الحطام ومات. سكت قليلا وكأنه يستحضر الوقائع. كان يبدو حزينا. كانت تجارتنا رائجة وكنا نتقاسم ما تدره علينا من أرباح. لم يحدث بيننا خلاف يوما. كان الشرقي رجلا مستقيما. اشتغلنا سنوات معا. كذلك كان قدره أن يموت في تلك الحادثة الأليمة. باغت الشيخ السعال، ولما هدأ استأنف حديثه. لقد أعطيت أرملته ما كان بذمتي من ماله، ولكن شقيقه كان يريد أن أتعامل معه وأن يكون المستفيد من تصفية الحساب. ذات مساء طلب مقابلتي. اتفقنا على اللقاء بالقرب من المطار. لم يكن بمفرده، كان معه شخص آخر لم أكن أعرفه. عاود مطالبتي بنصيب شقيقه في التجارة. كنت قد سلمت أرملته كل شيء، وقد أكدت له ذلك.
ذكرته بأن ذلك تم بحضور شهود، ولما أيقن أنه لن يحصل مني على شيء هددني، قال إنه سيقتلني ذات يوم. احتدت نبرة الحديث بيننا، تدخل الذي معه يريد أن يضربني، قاومته ثم سقط على الرصيف، ارتطم رأسه بحجر كان هناك، حاول النهوض ولكنه لم يقوى على ذلك. رأيت الدم يخرج من رأسه، امتطيت سيارتي وانطلقت مسرعا، كنت خائفا، لم أحسب أن الذي حدث سيؤدي بي إلى الرحيل عن وجدة. علمت لاحقا أن الرجل مات يومين بعد ذلك، وأن شقيق شريكي السابق اعتقل وتوبع بتهمة القتل غير العمد. في محاضر الشرطة ورد ذكر اسمي، وخشيت أن يتم القبض علي. في تلك الليلة ودعت زوجتي وولدي نبيل الذي كان في 8 من عمره. قلت لها إنني راحل عن وجدة وسأعود بعد أن تهدأ الأمور، وإن سألوك عني قولي إنك لم ترينني منذ 3 أيام. كان عبد الغني ينصت باهتمام. أضاف: في حدود منتصف الليل امتطيت القطار الذي انطلق إلى فاس. رن هاتفي المحمول عدة مرات، ولكنني كنت أخاف الرد. كنت أرى على الشاشة أسماء أصدقاء وحتى رقم هاتف زوجتي، ولكنني لا أرد، لأنني كنت أخشى أن يكون الاتصال كمينا. نزلت في فاس. لم يكن لي في المدينة معارف أو أقارب. كان الصبح قد انبلج. مشيت على غير هدى، ثم وقعت على ورش بناء في الطريق المؤدية إلى إفران. اشتغلت مع شركة بناء عاملا بسيطا، لم أكن متعودا على إعداد خلطات الإسمنت. كنت أبيت في الورش. في الأيام الأولى كنت كلما آويت إلى البراكة أحس بحجم التعب الذي ينالني. عملت مع تلك الشركة في فاس 2 عام، ولما حصل صاحبها على صفقة الإصلاحات في القيسرية هنا في الرباط انتقلت معه. قررت ألا أعود إلى وجدة. كان يتمالك نفسه بينما الدموع تغالب عينيه. لا تجهد نفسك يا عم عبد الكبير. كانت المرة الأولى التي ينادى فيها باسمه منذ 12 عاما. بدا وقد تخلص من بعض ذلك العبء الثقيل الذي كان يحمله في صدره. استعاد هويته الأولى. كانت الساعة تقترب من 3 بعد الزوال. رأى عبد الغني أن عليه أن يذهب إلى القيسرية، فقد يأتي زبون لاستلام بضاعة، ثم عليه أن يذهب حتى يتمكن مساعده من الذهاب لتناول وجبة الغذاء. كيف تحس الآن يا عم عبد الكبير؟ أنا أحسن حالا. آمل أن يكون الدواء الذي أتيت به ناجعا إن شاء الله. ما الذي يمكنني أن أفعله من أجلك؟ أريد أن أرى زوجتي وولدي قبل أن أموت. هل تظن أنهما في وجدة حيث تركتهما؟ نعم، أظن أنهما هناك. هل تريد الذهاب إلى وجدة؟ صمت الرجل ثم تنفس بعمق وقال: وجدة بعيدة الآن. قال عبد الغني: حين تشفى من مرضك سنساعدك على الذهاب إلى وجدة. تبسم وقال: إن شاء الله. كتم عبد الغني سر العم محمد. عاده في غرفته هناك فوق السطح بعد يومين. بدأت تظهر عليه بعض علامات التحسن. سلمه قدرا من المال مساعدة من تجار القيسرية. سأله إن كان قرر الذهاب إلى وجدة. سأحاول الاتصال بزوجتي وولدي. إن تسنى لي ذلك طلبت منهما أن يأتيا عندي إلى هنا. هل لديك وسيلة للاتصال بهما؟ أخرج من صندوقه الخشبي الصغير ورقة بها رقم هاتف البقال الذي كان يتعامل معه. طلب من عبد الغني أن يحاول الاتصال بذلك الرقم، وأن يسأل عن نبيل ولد عبد الكبير أو عن أمه جميلة. شكل عبد الغني الرقم على شاشة هاتفه المحمول. إنه يرن. ثم جاء صوت رجل. علم منه أن نبيل سافر إلى بلجيكا، وأن أمه ما زالت حيث كانت. كان العم عبد الكبير يتابع الحديث.
وبقدر ما فرح لكون زوجته ما زالت حيث تركها، بقدر ما أحزنه أن ولده صار بعيدا. لما تحدث عبد الغني مع جميلة حصل منها على رقم هاتفها الخاص، ووعدها بالاتصال بها قريبا لأمر يهمها. انتاب العم عبد الكبير شعور غريب. تلك التي أحبها وتزوجها وأنجب منها ولده الوحيد ما زالت تنتظره. 12 سنة مرت على هروبه من وجدة. ناوله عبد الغني الرقم. قرر أن يعود إلى وجدة وليكن ما يكون. في الصباح نزل السلاليم يتوكأ على عصاه، حمل دواءه ولا شيء آخر. محطة الرباط المدينة قريبة. اشترى تذكرته ونزل يمشي ببطء إلى الرصيف. انتظر نحو ساعة. كانت 11 لما انطلق القطار. لم يغمض له جفن طوال الرحلة. في حدود 10 ليلا كان القطار يدخل محطة وجدة. غادر المحطة وتوجه إلى مقهى قريب. في الرباط وقبلها في فاس كان يحس بأنه في أمان. هناك كانت علاقاته محدودة، أما الآن فإنه لا يراهن سوى على لحيته الكثة والشيب الذي غزاها كي لا يثير الانتباه. هو في مدينته وقد يفتضح أمره في كل حين. فكر أن يتصل بجميلة ولكنه تراجع، خشي أن يتسبب لها في صدمة. قرر أن ينتظر إلى الصبح فيقصد منزل أصهاره. كان المؤذن ينادي لصلاة الصبح لما مرت من أمامه سيارة للشرطة. أبطأت السرعة ثم واصلت طريقها. أحس بالتعب، أراد أن يستريح. فكر في التسلل إلى مقبرة النصارى، قصدها. في نهاية الأمر قرر أن يتمدد على الرصيف في زاوية تخفيه عن الأنظار. لم يدري كم مر من الوقت. أيقظه حارس المقبرة. كانت الساعة تقترب من 10:30. نهض ومضى إلى دار أسهاره. فوجئوا به في الباب. حكى لهم هروبه. اتصلوا بجميلة لم تتعرف عليه في البدء، وحتى بعد أن عرفته لم ترتم في أحضانه. ظل يحلم بتلك اللحظة 12 عاما. كانت تراه خائنا، تخلى عنها وعن ولدها بدون سبب حقيقي. قالت هلا. رد بأنه هرب خشية اعتقاله واتهامه بقتل صديق شقيق شريكه الشرقي. وقد فوجئ هو لما علم من شقيق جميلة أن الرجل لم يمت وأنه ما زال حيا يرزق. صدم. هل أمضى 12 عاما هاربا من جناية لم يقترفها؟ كان يتحسر على تلك السنوات التي أمضاها بعيدا عن أسرته. نظر إلى جميلة، لم تفقد الكثير من نضارتها، ولكنه عمر مضى. حبال المال، الحلقة الأولى. على مدى السنوات 12 التي عمل فيها عبد الباري المكنسي في معمل البسكويت بالقنيطرة، استطاع أن يرتقي بسرعة الدرجات والرتب. لما أكمل عامه 8 في ذاك المعمل وكان عمره 32 عاما، تم تعيينه مساعدا للمدير التجاري. قبل 5 أعوام تزوج عبد الباري من سناء زميلته في الكلية، وبدا زواجهما ذاك تتويجا لقصة حب لم تكن خافية على كثير من زملائهما تفاصيلها. ولكن إيقاع حياة الطالبين الذي كان يحكم حياتهما توارى مع مرور الأيام، وصارت ذكرى مجرد ذكرى تلك الصداقات التي ارتبط بها برفاق ورفيقات. غابت الوجوه وبدأ النسيان وأحيانا التناسي يلتهم الملامح والكلمات واللحظات التي طالما نعتت بالتاريخية والحاسمة والمفصلية. مصطلحات كثيرة غابت كما غابت الملامح والوجوه. عبد الباري المكنسي المدير المالي المساعد في شركة البسكويت. في بطاقة الزيارة التي تحمل شعار الشركة رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني. صار عبد الباري ابن المدينة القديمة شخصا يرغب كثيرون في اللقاء به. يشاع أنه صاحب الكلمة الفصل في التوظيف وفي الصفقات التي تبرمها الشركة مع مزوديها بالمواد التي تدخل في صناعة البسكويت، وأيضا المواد والخدمات الأخرى التي تحتاج إليها.
كانت ألسنة ينعتها عبد الباري بألسنة سوء تقول إن الرجل ينال من تلك الصفقات نسبا وحظا. تلك الألسنة التي تلوك سيرته في المجالس الخاصة وفي غير المجالس الخاصة تستشهد على صدق ما تدعيه بأن الرجل غير سيارته مرتين خلال السنة الماضية، وأنه اشترى لزوجته سيارة جديدة. بعد تخرجها وحصولها على الإجازة في الاقتصاد في العام 90 و1000 عملت سناء محاسبة في عدة شركات، ثم بعد بضع سنين فتحت مكتبها الخاص، كانت تجمع فيه بين المحاسبة والكتابة العمومية بما تعنيه من تحرير للعقود والشكايات. وقد ساعد الموقع الذي يحتله ذاك المكتب غير بعيد عن إحدى المقاطعات الإدارية في رفع مداخيل أنشطته عدا ما تحصل عليه من الخدمات المحاسباتية. ومع ذلك فإن تلك الألسنة التي يقول عبد الباري إنها ألسنة سوء ترى أن ما ترفل فيه المرأة من نعمة إنما هو بفضل ما يجنيه زوجها من العمولات والإتاوات، ويضيف بعضهم والرشاوى. لم يكن عبد الباري يخفي انزعاجه مما يتناهى إلى سمعه من حين إلى آخر، ولكنه قرر ألا يعير أي اهتمام لما يقال، وكثيرا ما ردد أمام من يدعون له صداقة أن ما يقال لا يهمه، لأنه أعلم من غيره بنقاء سريرته ونظافة يده. كذلك كان يقول، أحيانا يضيف أن الحسد أعماهم. ذات يوم رن هاتفه، ما أن رد حتى باغته الذي يتصل به بأنه عبد الحميد الشملالي. الشملالي من؟ هل نسيتني؟ أنا الشملالي زميلك في الكلية. اعذرني تذكرتك الآن. هل أستطيع مقابلتك؟ لدي موضوع هام أريد أن أستشيرك في شأنه. طيب، برنامجي لنهار اليوم لا يسعفني. هل نستطيع اللقاء غدا؟ سأتصل بك صباحا في حدود 10. كان عبد الباري يهم بمغادرة البيت إلى المعمل. المكالمة التي تلقاها من الشملالي أزعجتها. الزميل السابق هاجر إلى بريطانيا مباشرة بعد أن حصل على إجازته. في قرارة نفسه يعرف عبد الباري أن للشملالي عليه فضلا. كان الشاب المنحدر من أسرة ميسورة كثيرا ما أسعفه بالمال حين كان يواجه ضائقة لما كان طالبا. فهل ظهر اليوم ليطلب خدمة ما لقاء تلك المواقف في تلك الفترة البعيدة؟ درج عبد الباري على التساؤل كلما اتصل به أحد من معارفه القدامى. في كل مرة كان يربط ذاك الاتصال بمنفعة يرجوها الذي يتصل به. قد يكون محقا في ذلك إلى حد ما، ولكن ليس كل من اتصل به جاء يستجديه خدمة أو يطلب منفعة. ثم يعود يحاور نفسه، ولكن حالة الشملالي تبدو حالة خاصة. لم يلقه منذ سنوات. كان آخر عهده به أنه هاجر إلى بريطانيا، قيل له إنه تزوج هناك. كان يوما طويلا ذاك 3 من أبريل من العام 8 و2000. أمضى عبد الباري ساعات طويلة في المكتب، وقام بجولة عبر محلات عدد من الزبناء، وفي المساء عاد متأخرا إلى البيت. كانت زوجته سناء تنتظره وقد أعدت له مفاجأة. زينت مائدة العشاء بورد. ذكرته بما نسيه. 3 من أبريل هو عيد زواجهما. ذكرته بأنها طلبت منه ألا يكون يوم زواجهما 1 من أبريل حتى لا يكون كذبة أبريل تلك التي يسمونها سمكة. ضحك، ضمها إليه، ولكنها لمحت في عينيه انشغالا. لم يكن يجرؤ على كتمان ما يخالجه، هو يعلم أنها خبيرة بنفسيته. قال لها إن الشملالي اتصل به. تذكرته، كان رفيقا مخلصا. وهل أخبرك بسبب اتصاله بعد كل هذه السنوات؟ لا، قال إنه يريد أن يستشيرني في موضوع هام. هل ستقابله؟ في كل الأحوال وعدته بأن أتصل به صباح الغد. حاول عبد الباري أن ينسلخ من انشغالاته. تلك الليلة ينبغي أن تكون مميزة. في الصباح كما وعده اتصل عبد الباري بالشملالي في حدود 10، ولكن الرقم الذي اتصل منه أمس ظل يرن ثم انقطعت المكالمة. بعد 10 دقائق رن هاتف عبد الباري.
كان المتصل الشملالي وبرقم هاتفي مختلف. اتفق على اللقاء في مقهى وسط المدينة. وصل عبد الباري أولا، اتخذ له مكانا عند طاولة تتيح له رؤية الداخلين إلى المقهى. كان قد انقضى ما يقرب من نصف ساعة لما ظهر بباب المقهى رجل بلحية كثة، كان يعتمر طربوشا أبيض ويرتدي جلابة بنية، ورأى نظارتيه الطبيتين نظرات تذكرها عبد الباري. إنه هو عبد الحميد الشملالي. من ملامح المناضل في الحرم الجامعي لم تبق سوى تلك النظرة التي تشع ذكاء ودهاء. لما اقترب نهض عبد الباري معانقا: عبد الحميد، كيف حالك؟ بخير، وأنت؟ لم تتغير بالرغم من أنك أطلقت اللحية. ابتسم ولم يعقب. أما زلت في بريطانيا؟ لا، لقد غادرت إلى أمريكا منذ عدة سنوات، أعمل في التجارة. جميل جدا. كان عبد الباري ينتظر أن يفاتحه رفيق سنوات الدراسة في الموضوع الهام الذي يريد أن يستشيره فيه. لم يجعل ترقبه يطول. قال له إنه يريد أن يستأمنه على قدر من المال حصل عليه من صفقة أنجزها قبل بضعة أيام، إذ باع أحد المزارعين جرارين ومعدات فلاحية أخرى متطورة استوردها من أمريكا. سأله عبد الباري: لما لا تفتح حسابا بنكيا وتودع فيه ما لديك من مال؟ لا أستطيع، أخشى أن يفتح تحقيق حول مصدر مالي، وأنا أعلم يقينا أن ذلك سيسبب متاعب عدة لي ولزبنائي. استغرب عبد الباري ما قاله الشملالي. علم منه أنه يحمل في حقيبته 1.5 مليون درهم. أحس بالحرج. بدا له غامضا ما يقوله صاحبه. في الآن نفسه هو يريد أن يتبين مصدر المال قبل أن يقول كلمته. خبرته في مجال التجارة تجعله يشك في حكاية الجرارين والمعدات الفلاحية. هو يعلم أن كبار المزارعين قليلا ما يغامرون بشراء معدات مستعملة، ولذلك بادره بسؤال فيه الكثير من الجرأة: ما هو مصدر ذاك المال يا عبد الحميد؟ تعلم أنني لا أستطيع المجازفة، على الأقل يجب أن أعلم حقيقة الأمر قبل أن أتخذ قرارا. ظل ينظر إليه. لحيته الكثة تتدلى من وجهه وتمنحه طولا زائدا. ألا تثق بي؟ كلا، أنا أثق بك، ولكن كما تعلم لا أستطيع أن أتخذ قرارا قبل أن أعرف مصدر المال. أنا أريد أن أترك المال وديعة لديك ريثما أتدبر أمر تصريفه. قد أشتري عقارا، وربما وجدت من يحول لي المبلغ بالدولار أو اليورو. كان كلامه يشبه الهمس. في الجوار على بعد طاولتين رجل ابيض شعره يشرب سيجارة وينفث دخانا رائحته لا تطاق. بدا عبد الباري متمسكا بموقفه. قال له الشملالي: سيكون لك نصيب من المال. أنا أريدها عملية أولى، لدي صفقات أخرى سأنجزها قريبا. أنا لا أريد الاسمية ذكرا لدى مصلحة الضرائب. نظر عبد الباري مليا في عيني رفيق الأمس البعيد. طيب، كم سيكون نصيبي؟ أنت صديق عزيز، سأمنحك 10%. ابتسم عبد الباري ما عده الشملالي رضا وقبولا. للقصة بقية. حبال المال، الحلقة 2 والأخيرة. لم يكن عبد الباري المكنسي نائب المدير التجاري بشركة البسكويت بالقنيطرة يتوقع أن يلتقي برفيق الدراسة القديم عبد الحميد الشملالي. يوم اتصل به حسب أنه يريد مقابلته لغرض الحصول على عمل له أو لأحد معارفه أو فرد من أسرته. لم يكن بمقدوره أن يتملص من مقابلته، فلعبد الحميد الشملالي أفضالا عليه، إذ كان من أوفى أصدقائه القدامى، وكثيرا ما أسعفه بما كان يحتاج إليه من مال، لذلك لا مفر من مقابلته. تواعد على اللقاء صباح ذاك 4 أبريل في مقهى وسط المدينة. لما وقف الشملالي بالباب، وبرغم لحيته الكثة وذاك الطربوش الأبيض الذي كان يعتمره، وبرغم السنين الطويلة التي مرت، فإن عبد الباري استطاع أن يتبين ملامحه. نظرته التي يطل بها من وراء نظارتيه الطبيتين لم تتغير.
تعانقا. لم يخلو اللقاء من حرارة، وإن كان عبد الباري كدأبه يتساءل في قرارة نفسه عن الأمر الهام الذي أراد الشملالي أن يستشيره فيه. حضرت الذكريات البعيدة لتكون مادة تمهيد للموضوع الذي من أجله يلتقيان. تحدث الشملالي عن استقراره في أمريكا منذ سنوات وعن تعاطيه التجارة، ثم انتهى إلى قصده. قال لعبد الباري إنه يريد أن يستودعه مبلغا من المال حصل عليه لقاء بيع جرارين ومعدات فلاحية لأحد كبار الفلاحين. استفز الأمر شكوك عبد الباري، وأبدى إصرارا على معرفة مصدر المال 1.5 مليون درهم قبل اتخاذه قراره. تطور الحديث بين الرفيقين القديمين. ظن عبد الباري أن الرؤية صارت أوضح إلى حد ما عندما برر ما يريده بعدم رغبته في دفع الضرائب. قال إن ذلك يزعج زبناءه أيضا، غير أن الأهم هو العرض الذي قدمه الشملالي أن يدفع 10% من قيمة المبلغ لقاء الخدمة. حاول أن يحلق بصاحبه عاليا حينما قال إن تلك الصفقة ليست سوى الأولى، وإنما هو آت أهم. كانت تلك الابتسامة التي ارتسمت على وجه عبد الباري كافية، فسرها الشملالي بأنها رضا وقبول. لم يكن الشملالي يحمل محفظة ولا كيسا. خيل لعبد الباري أن الرجل يحمل المال تحت جلبابه البني، ولكنه طلب منه انتظاره. نهض وخرج من المقهى، رآه يختفي في شارع متفرع عن الشارع الرئيسي. مضى ما يقرب من نصف ساعة، ثم ظهر من جديد بالباب. كان في يده كيس أسود. لما عاد إلى مقعده لم يكن يبدو عليه انقباض أو توتر، كانت أساريره منشرحة. قال: تعلم يا صديقي أنك أصبحت منذ الآن شريكا لي؟ صمت قليلا ثم أضاف: في التجارة. عبد الباري ينظر إليه، هل ما زال لديه متسع من الوقت كي يتراجع؟ كان يتساءل، ولكنه كبح جماح تساؤله بأن تذكر أنه سيكسب دون ما كبير عناء 150,000 درهم. أليس مبلغا محترما؟ بلى، هو محترم. كاد يضحك فرحا ثم اكتفى بابتسامة. اقترب منه الشملالي، نظر في عينيه ثم قال: تعلم يا صديقي أن الثقة بيننا قائمة، لا أشك في ذلك، ولكنك تعلم أن الأسلم أن تعطيني ضمانة، حتى إذا ما استعدت وديعتي رددت عليك ضمانتك. لك أن تختار ما تشاء. ما هي الضمانة التي تريد؟ أن تعطيني شيكا بنصف المبلغ، هل توافق؟ ألم تقل إننا صرنا شريكين؟ سأعطيك الشيك. أخرج من محفظته دفتر الشيكات. كان الشملالي يتابعه وهو يكتب 675,000 درهم. نظر إليه عبد الباري. لحامله، قال الشملالي. بلا تردد استجاب عبد الباري: 675,000 درهم لحامله. لن أسلمك الشيك حتى أتأكد من المبلغ. وأنا موافق. ضحك. كان الرجل الذي اشتعل رأسه شيبا قد غادر المقهى، ولكن رائحة سجائره بقيت. اتفق على أن يمضي إلى مكان آمن لعد المبلغ وإتمام الاتفاق. لم تكن سيارة عبد الباري بعيدة عن المقهى. توجه إلى مكتب سناء زوجة عبد الباري، لم تكن هناك. أغلق الباب. قام عبد الباري بعد المبلغ، كان 1,500,000 درهم غير منقوص. أخذ 150,000 درهم وقال: هذا نصيبي. هو لك، هات الشيك. أخرجه من جيبه وسلمه إياه. لما كان يغادران ذاك المكتب شاهد سيارة شرطة تقيف بمحاذاة سيارتهما. بالنسبة لعبد الباري لم يكن في الأمر ما يلفت الانتباه. في الجوار مقاطعة إدارية. كان يحمل في يده الكيس الأسود. لما بلغ السيارة فوجئ ب4 شبان يمسكون بهما. يذكر عبد الباري أنه سمع أحدهم يقول: نحن الشرطة. لم يستغرق الأمر أكثر من ثوان معدودات، ها هما الآن في سيارة الشرطة. ظل عبد الباري ممسكا بالكيس الأسود. أخذت السيارة وجهة المقر الرئيسي للأمن الوطني.
في مكتب ببابه رجل شرطة وجد الاثنان في انتظارهما 3 محققين. نظر إليهما ذاك الذي بدا رئيسهم، ثم توجه بكلامه إلى الشملالي. أهلا الشملالي. كان ذو اللحية الكثة خافضا بصره، وللمرة الأولى منذ التقاه رأى عبد الباري الصلع الذي لحق رأسه. أثناء القبض عليهما فقد طربوشه الأبيض. واصل الذي تبين الآن أنه الرئيس. 6 أشهر مرت الآن، 6 أشهر على فرارك من السجن. هل تظن أننا لم نستطع القبض عليك؟ كلا، كنا نراقب كل تحركاتك وكل لقاءاتك، لأننا كنا نعلم أنك ستحاول استعادة ما حصلت عليه أثناء السطو على وكالة التأمين قبل عام. أصيب عبد الباري بالهلع والذهول. في لحظات صار متهما بالتواطؤ مع مجرم حقيقي. الكيس الأسود وما بداخله حجة على تواطؤه، والشيك الذي اكتشف بحوزة الشملالي حجة أخرى. أحس بأن حياة المدير المالي المساعد في مصنع البسكويت قد انتهت. بدأ يستشعر ضيقا في التنفس، ثم أغمي عليه. لما أفاق اكتشف أنه في المستشفى. كان الوقت مساء. سيعلم لاحقا من المحامي الذي وكلته زوجته للدفاع عنه أن الشملالي رفيق الجامعة لما عاد من لندن حيث فشل في دراسته استقر بالدار البيضاء، ومع تدهور وضعه المادي استقطبته عصابة لترويج المخدرات. كانت العصابة توسع نشاطها إلى أعمال السطو كلما وجدت إلى ذلك سبيلا، وكذلك تم السطو قبل عام على وكالة للتأمين كانت الحصيلة 150 مليون سنتيم. بعد الفرار تولى عبد الباري إخفاءها. توجه إلى القنيطرة، إلى منزل مهجور في المدينة القديمة يعود إلى أحد أقاربه. دفن المبلغ هناك. بعد أيام تم القبض عليه. في السجن خطط للهروب. خرج وسط القمامة في شاحنة الأزبال. في أقواله أنه وقع صدفة على بطاقة زيارة عبد الباري المكنسي، ولما أدرك أنه رفيق الجامعة القديم وأنه ذو منصب مهم في شركته قرر أن يجعله جسره إلى تأمين ما تم السطو عليه. سهل عليه ذلك لما عرض عليه نسبة مغرية. حسناء في قطار الليل، الحلقة الأولى. مساء 5 يناير من العام 80-900 وألف كان العالم العروسي ينتظر في محطة فاس القطار الذي سينطلق إلى طنجة. الجو بارد. الجبال المحيطة بالمدينة ارتدت معاطفها البيضاء. كان داخل جلابته الصوفية السميكة يحس بالدفء. 10 عشرات ينتظرون القطار، وجهاتهم مختلفة. ثم ظهرت في باب المحطة امرأة شابة، جلابتها الزرقاء الفاتحة تناقض الجو البارد الذي يعم المكان. وقفت قليلا، ولسبب لم يدركه العالم تقدمت نحوه تعلو وجهها ابتسامة خجولة. نظرت إليه بما قد يكفيها عن الكلام. هل تستطيع أن تشتري لي تذكرة إلى طنجة؟ وحتى لا يظنها تتسول التذكرة أخرجت من حافظة نقود ورقة من فئة 50 درهما. شد جمالها نظر العالمي الشاب ذي 24 عاما. ظل ينظر إليها لعدة ثوان قبل أن يبتسم لها. أخذ 50 درهما ومضى إلى شباك التذاكر. سيسافران معا في الدرجة الثانية. كانت مع المرأة الشابة حقيبة صغيرة، وكان هو يحمل حقيبة ظهر. لما فتح الباب للمسافرين ساعدها على الصعود إلى العربة. حين لمست يده يدها وكانت المرة الأولى أحس بتيار عجيب يكتسح جسمه. جف الريق في حلقه. لم يكن عدد المسافرين إلى طنجة كثير. في مقصورة جلس وحيدين. قال لها: ألا تحسين بالبرد؟ أجابت بحركة من رأسها. فتح حقيبته وأخرج بطانية سوداء بها خطوط بيضاء. أرسلها. أمسكت الجميلة بها وتدثرت. ابتسمت وهي تنظر إليه بخجل. نظرتها تلك تلهبه. كان يود لو يستطيع أن يسألها عن اسمها، عن عنوانها، عن كل شيء، ولكن الريق جف في حلقه
وشل حباله الصوتية. يعمل العالمي العروسي في شركة للتأمين في طنجة. كان من حين إلى آخر يتوجه إلى فاس لحضور بعض الدروس والاطلاع على المستجدات. كان يتابع دراسته في السنة الثانية بكلية الآداب في ظهر المهراز، وكان يقيم مع أصدقاء له من طنجة في الحي الجامعي بعين قادوس، يحيا معهم حياة الطلبة بكل تفاصيلها. لاحظت المرأة الشابة ذات العيون الزرقاء شرودة، قالت بنبرة خجولة: هل تحس بالبرد؟ فاجأته، كان شاردا. لا، نعم. دفعت إليه بشق من تلك البطانية، أمسك به وغطى ركبتيه، ولما لاحظت أن المسافة بين جسميهما لا تسمح بتغطية كاملة لركبتيه اقتربت منه. لا يصدق، دقات قلبه تتسارع. كانت الإنارة خافتة في تلك المقصورة، لعلها أحست بالتعب، غالبها النوم، وبلا مقدمات ألقت برأسها على كتفه ثم احتضنها. في لحظة ما وقف بباب المقصورة مراقب المكتب الوطني للسكك الحديدية. كان العالمي قد تعود على تلك الطرقات الجافة. أخرج من جيبه التذكرتين وقدمهما للمراقب. رفعت الجميلة رأسها، نظرت إلى الرجل ثم عادت إلى وضعها السابق. كان العالمي يحس بوجنتيه تلتهبان. كانت ملقية بكل رشاقة جسمها عليه. كانت نائمة، أيقن أنها لم تكن تتظاهر بالنوم. ثم عاد يتساءل عن السر الكامن وراء اختيارها له دون سواه، وعن إحساسها بالأمان وهي في حضنه، هو الذي لم تعرفه من قبل ولا عرفها. على زجاج العربة تتكسر قطرات مطر قدر أنه غزير. ثم من مكبر الصوت المبحوح انطلق صوت يقول: محطة سيدي قاسم. يكررها مرتين، ومثلها: غار دو سيدي قاسم. تدب الحركة في المقصورات، وفي الممرات يتراءى متثائبون وآخرون يتمطون بلا تحفظ. الذين دأبوا على ركوب القطار من فاس إلى طنجة في تلك الحقبة يعرفون ما الذي يعنيه التوقف في محطة سيدي قاسم، وأقله أن يطول الانتظار، وأشده قسوة على النفس والبدن أن يصل القطار القادم من الدار البيضاء غاصا بالمسافرين. كان ذلك يعني قضاء ما بقي من الرحلة أو أغلبه واقفا في ممرات العربات. حركها بلطف، فتحت عينيها وابتسمت. قال لها: وصلنا إلى سيدي قاسم، سنغير القطار. أعاد العالمي البطانية إلى حقيبته وساعدها على الهبوط من العربة. عدا أعمدة نور قليلة كان النظر سريعا ما يتيه في العتمة التي تحف ذاك المجال. قصد إلى جدار البناية التي تمثل جسم المحطة. لحظتها فقط سألها عن اسمها. نورة، قالت المرأة الشابة. اسم جميل. لم يجرؤ على سؤالها سؤالا آخر. وأنت؟ اسمي العالمي. توقع أن تسأله عن مهنته فقرر أن يستبق. اسمي العالمي العروسي. أنا موظف في شركة للتأمين في طنجة، وأتابع الدراسة في الجامعة بفاس. أبدت إعجابها بما قال. أحس هو بأنه حقق ما يريد، أن يجعلها تقبل عليه أكثر. قالت وهي تنظر إلى أرضية الممر: لن أقول لك أكثر مما قلت، اسمي نورة، ولن أضيف شيئا. ابتسمت. ظل صامتين. كان الجو في محطة سيدي قاسم أقل برودة. مر بمحاذاتهما رجل يحمل مقراجا كبيرا ألصق به موقد فحم، كان ينادي بالشاي. تلاه رجل آخر يحمل قفة بها خبز وبيض، وهذا كان ينادي بالكاسكروط، ينطقها بطاء مفخمة. اقترح العالمي على الحسناء كاسكروطا وكأس شاي، ولكنها ردت بأنها ليست جائعة. كان الرجل قد أبطأ الخطى ثم مضى لما أيقن أنها لا تريد. أحدث مكبر الصوت المعلق إلى سارية صوتا، ثم انفجرت منه طنة صاخبة وجاء صوت يحشرج. القطار القادم من الدار البيضاء يدخل المحطة. القطار يدخل المحطة. ثم بالفرنسية: Le train entre en gare, le train entre en gare. تحرك المسافرون القاصدون إلى طنجة.
اصطفوا على الرصيف، ثم ظهر القطار من ستار الظلام، مصباحه الوحيد يصدر خيطا من الضوء. على المكان صخب القاطرة، وكان مكبر الصوت ينطق بأشياء غير مفهومة تماما. ركب العالمي ونورا العربة الأخيرة. في المقصورة التي دخلاها رجل وامرأته يشغلان كرسيا. جلس على الكرسي المقابل، همس في أذنها: أتريدين غطاء؟ لا، ليس الآن. انطلق القطار. كانت المرأة التي في الكرسي المقابل لهما قد تمددت وتوسدت ركبة زوجها. فعلت نورا مثلها. ألصق العلمي ظهره بالمتكأ. عاودته الأسئلة: لما أنا دون أي شخص آخر؟ وهل اسمها نورا كما قالت؟ ثم من تكون؟ كان يحس بأن وراء المرأة الشابة سرا. أحس بالنوم يغالب جفنيه. اخترقت جسمه موجة باردة. نهض بحذر، أنزل حقيبته من الرف وأخرج تلك البطانية السوداء المخططة بالأبيض. غطى نورا وأرسل على ركبته ما فضل من ذاك الغطاء. عم المقصورة صمت يخترقه من حين لآخر غطيط المرأة النائمة على الكرسي المقابل. اصطكاك عجلات القطار بالسكة الحديدية لازمة للإيقاع الذي تسير به الرحلة. في حدود 5 صباحا توقف القطار بمحطة القصر الكبير. أشياء كثيرة تدور في ذهن العلمي، سيناريوهات كثيرة. الحسناء التي تتوسد ركبته استهوت قلبه، ولكنه لا يعرف عنها شيئا سوى ما قالته من أنها تدعى نورا. أيقظها لما توقف القطار في أصيلة. كانت تباشير الصباح بادية. سألها إن كانت ستبقى في طنجة. ردت بأنها لم تقرر بعد. للمرة الأولى قالت إنها قد تواصل سفرها إلى بابتازة. للقصة بقية. حسناء في قطار الليل، الحلقة 2 والأخيرة. لما توقف القطار في محطة أصيلة سألها إن كانت ستبقى في طنجة. كانت تنظر إلى البحر من نافذة المقصورة، تحدق في المدى الأزرق الذي تعري عنه طبقة ضباب تتأهب للإقلاع. مرت على طريق الإسفلت الموازي للسكة عربة يجرها فرس. جلس الناس مع أمتعتهم على أرضية المقطورة. حوافر الفرس تعزف نغما مميزا حين تطأ صلابة الإسفلت. تحرك القطار وابتعدت العربة، ثم توارى البحر وراء هضبة. عاد العلمي ليسألها: نورا. نظرت إليه: من أنت؟ ضحكت. للمرة الأولى سمعها تضحك. أنا نورا. كاد يبتسم. قرأت في نظرته أنه يريد أن يعلم سرها. قلت لك إنني لن أقول شيئا. صحيح أنني وثقت بك وأنا لا أعرفك. أقر بأنك كنت إنسانا لبقا ومحترما. أعجبته شهادتها. لا يدري لما يتملكه شعور بأنه يعرفها منذ أمد بعيد. يا له من إحساس مجنون. هل ستبقين في طنجة؟ بمقدوري أن أستضيفك. على نظرتها حزن مفاجئ. خيل إليه أنها ستبوح بمكنون نفسها، لكنها ركنت إلى الصمت. التف القطار حول تلة مغوغة وظهر خليج طنجة. الشاطئ البلدي خال إلا من أسراب من النوارس لا تنفك تغير أماكنها في الرمل الذهبي. تهادى القطار مقتربا من الميناء. بدت مشدوها. هل سبق لك أن جئت إلى طنجة؟ نعم، منذ زمن بعيد جئت مع والدي. أتذكر أنها كانت أيام عيد المولد النبوي الشريف. كانت الساعة تقترب من 7 صباحا لما خرج من باب المحطة. دعاها إلى فطور في مقهى بجوار المحطة الطرقية. هدير محركات الحافلات وسيارات الأجرة يمنح المكان هويته. نهض. قال لها إنه قرر أن يستضيفها في المنزل. قال لها إنه يعيش مع أمه وشقيقته، وحتى يشجعها على البقاء قال إنه مستعد لمرافقتها إلى بابتازة نهاية الأسبوع. استقل سيارة أجرة إلى حي عين الحياني. لما فتحت شقيقته الباب فوجئت بوجود تلك المرأة الشابة مع شقيقها. لم يعودهم على اصطحاب الفتيات إلى المنزل. تداركت الفتاة الموقف وأفسحت لها الطريق.
قبلتها على وجنتيها. قال العلمي: هذه شقيقتي سلوى. التفت إلى نورة: وهذه نورة رافقتني في السفر من فاس. كانت أمه في المطبخ تعد وجبة الفطور. دخلت نورة الصالون. كانت تتبادل عبارات المجاملة مع سلوى لما دخلت والدة العلمي. قدم لها الشابة وقال لها إنها ستظل في ضيافة الأسرة حتى نهاية الأسبوع. خلال تلك الأيام الأربعة التي كانت تفصل عن نهاية الأسبوع، تمكنت نورة من الخروج رفقتهما إلى عدة أماكن. كان العلمي يحاول أن يعرف ما إذا كانت الحسناء قد باحت لشقيقته أو لأمه ولو ببعض من سرها. لم يفلح. ثم حلت عطلة نهاية الأسبوع. زوال السبت ذهب إلى محطة التاكسيات. توجه إلى تطوان ومنها إلى شفشاون. كان الوقت قد جاوز العصر حين وصل إلى باب تازة. في قمم الجبال ثلوج، وفي السفح برد قارس ذكره بالبرد الذي كان يعم فاس. لما وطئت قدماه باب تازة، أيقن العلمي أنه مقبل على مخاطرة لا يعلم نهايتها. لم يعد لديه شك، لقد وقع في حبها. الآن هي التي تدله على الطريق والأماكن. كان منزل عائلتها في وسط باب تازة، وهما في الطريق توقفت. قالت له: الآن فقط سأخبرك، اسمي نورة، لم أكذب، وما لم أقله لك أنني هاربة من سجن رجل خطفني بعد أن أوهم والدي بأنه يريدني زوجة. من هو؟ شريك لقريب لوالدي في تجارة. لم يرغب العلمي في النبش أكثر. استأنف السير، ثم قالت: لما تمنعت وطالبته بإتمام إجراءات الزواج، ضربني ثم سجنني في منزل له خارج مدينة فاس. أغلق المنزل ولم أعد أراه. كان يبعث لي بالأكل مع أحد رجاله. لست أدري كم مر من الوقت. رأى بعينيها دموعا. أخرج من جيبه منديلا ومسحها. قالت: إنك رجل طيب. قد تتساءل لما قصدتك يومها في محطة القطار وطلبت منك أن تشتري لي تذكرة سفر. صمتت قليلا ثم استطردت: كنت أبحث عن رجل يحميني في السفر. لما رأيتك ارتاحت نفسي إليك. قطعت حديثها وقالت له: هناك منزلنا. تقدمت، طرقت الباب. خرجت أمها. سمعها العلمي تصيح: ابنتي ابنتي. ثم ظهر بالباب رجل يرتدي فوقية بيضاء. صاح بدوره: نورة ابنتي. كانت لحظات مؤثرة. لما استعادت هدوءها التفتت إليه. قالت لوالدها: هذا سي العلمي، ابن ناس، حماني طوال الطريق واستضافني في بيت عائلته. تقدم الرجل نحوه، عانقه: مرحبا بك يا سيدي، تفضل. بيت متواضع على نمط البيوت في تلك المنطقة الجبلية. الغرف تشكل حلقة حول وسط الدار. كان المساء قد أدرك باب تازة. حكت نورة لوالديها وشقيقتها الكبرى كيف هربت من السجن الذي وضعها فيه ذاك الذي أوهمهم بأنه يريد الزواج منها. كان ذلك قبل عامين. كانت غضة في ربيعها 16. قالت إن المنزل الذي سجنت فيه يقع خارج مدينة فاس. كان يتكون من طابقين وتحيط به حديقة صغيرة مصورة. تذكر يوم هربت أنه ذاك الرجل جاء سكرانا، كان يتمايل، حاول أن يرغمها على الانصياع له. دفعته بكل قوتها، سقط أرضا ولعله نام. مضت إلى تلك الغرفة، حملت حقيبتها بعد أن غيرت ملابسها. كانت المفاتيح في الباب، أخذتها. كانت ترتعش خوفا. فتحت الباب المفضي إلى الحديقة ثم أغلقته من الخارج، تخاف أن ينهض ويدركها. باب الحديقة كان مفتوحا. لما خرجت وجدت سيارة مركونة بالباب. جرت مبتعدة. لما أحست أنها قطعت مسافة وظنت أنها في مأمن منه، استوقفت سيارة أجرة وطلبت من السائق أن يقودها إلى محطة القطار. كانت أمها تصغي إليها. لما سكتت عانقتها بحرارة. قال والدها معترفا: أنا السبب في كل الذي حدث. ظننت أنه سيكون زوجا صالحا. كانت شقيقتها الكبرى قد نهضت من مكانها ثم بدأ إعداد مائدة العشاء. قال العلمي:
الآن عرفت المنزل، هل أستطيع زيارتكم رفقة والدتي؟ نظرت إليه نورا، أسعدها أن تسمع منه ذلك. قبل أن يعود إلى طنجة سأل نورا عما إذا كانت تريد متابعة من احتجزها في فاس. قالت: أشكوه إلى الله. جريمة قتل في المنستير. حول مائدة في مقهى بشارع الحبيب بورقيبة جلس 4 شبان يبدو من مظهرهم أنهم لا يتجاوزون 30. كان النادل قد وضع على المائدة 4 وجبات فطور. أحد ال4 كان يدخن بشراهة لافتة للانتباه، بصوته بحة بادية. الباقون كانوا يصغون إليه وكأنه قائد يشرح لجنوده خطة ما. ثم في لحظة أمسك ذو الصوت المبحوح عن الكلام وانهمك الجميع في التهام وجبته. لم تكن الجماعة لتثير أدنى انتباه لولا أن ذا الصوت المبحوح كان يتصرف كقائد يصدر أوامره، ولولا الاضطراب الذي ظهر على ملامحهم لما تسلم ذاك الذي يبدو كبيرهم واحدة من تلك الجرائد التي كان يتعاقب عليها الزبناء. الذي استوقفهم بل استنفرهم خبر في الصفحة 4 من عدد ذلك الاثنين 21 من مارس من العام 11 و2000 بخط بارز يخبر العنوان بجريمة قتل بشعة في المنستير. لا تنشر الصحيفة أي صورة. وفي الأسطر التي توجها ذاك العنوان أن امرأة 50 تعرضت ليلة السبت إلى الأحد للقتل على يد مجهولين اقتحموا منزلها. تبنت الصحيفة أسلوبا لا يخلو من التحفظ حين تحاشت الحديث عن دوافع الجريمة، واكتفت بالقول إن التحقيق مستمر للوصول إلى الجناه ومعرفة الدوافع. كانت قد مرت نحو 48 ساعة على مقتل السيدة رندا بومهيدي التي كما قالت الصحيفة كانت تعيش وحيدة في منزلها. لم تذكر الصحيفة شيئا عن مهنتها. يقع منزل السيدة رندا بومهيدي في زنقة فاس، وقد آل إليها على سبيل ما تركته والدتها التي كانت سليلة أسرة ميسورة الحال. لا يعرف الجيران الشيء الكثير عن السيدة رندا، إذ لم يكن حديثها إليهم يتجاوز كلمات المجاملة العادية. كلهم حين استمع إليهم المحققون أجمعوا على أن الهالكة لم تكن تستقبل في بيتها زوارا إلا في حالات نادرة، وأنها كانت من حين إلى آخر تطيل الغياب. ما لم يكن يعرفه الجيران حتى الأكثر فضولا من بينهم أن السيدة رندا بومهيدي كانت تعمل مندوبة لشركة لإنتاج المعدات الطبية، ولذلك كانت تكثر أسفارها. سيعلم الباحثون من تلك الشركة أن المرأة كانت تحصل على نسب مئوية محترمة كلما توصلت إلى إنجاز صفقة من الصفقات، وكان ذلك مما فسر مكوثها في بيتها بالمنستير لفترات تمتد أسابيع عدا شهرين خلال موسم الصيف. لم يكن في الظاهر على الأقل ما يبرر قتل السيدة رندا سوى دافع السرقة. وقد لاحظ المحققون حين وصولهم إلى منزلها صباح الأحد أن الجناة عبثوا بأثاث المنزل وبعثروا محتويات خزانة الملابس والمكتب، ولكنهم عجزوا عن الوصول إلى الخزانة التي كانت تخفيها مرآة علقت في الممر المفضي إلى غرفة النوم. اللغز الذي يحير الباحثين يخص ذاك الشخص المجهول الذي اتصل من هاتف النقال ليبلغ عن الجريمة. قال إنه فاعل خير. بعد تلك المكالمة صار ذلك الرقم الهاتفي خارج كل تغطية. لم يكن صعبا على الباحثين الوصول إلى تحديد هوية صاحب ذلك الرقم. تبين لهم أن صاحبه مواطن تونسي يقيم في بلجيكا اسمه عبد الرزاق بولعيد. اشترى تلك الشريحة خلال مقامه في تونس قبل 4 أشهر. كان لزاما على المكلفين بالتحقيق في جريمة زنقة فاس بالمنستير أن يعملوا على استجلاء هوية وطبيعة نشاط صاحب الرقم الهاتفي إياه. كان الأمر يتطلب بعد الوقت. أفادت نتائج التشريح الطبي الذي أخضعت له جثة السيدة رندا أن الجناة قاموا بتقييد رجليها وتكبيل يدها قبل خنقها حتى الموت. يبدو أنها أخضعت لما يشبه الاستنطاق،
وأنها تعرضت أثناء ذلك للضرب في أجزاء مختلفة من جسمها، كما تدل على ذلك الآثار التي رصدها الطبيب الشرعي. في الوثائق التي عثر عليها المحققون في منزلها ما يدل على أن صلتها الوحيدة بعائلتها كانت بابن عم لها يسكن في تونس، حيث يعمل مدرسا للجغرافيا في التعليم الثانوي. عثر المحققون في الأوراق المبعثرة في كل مكان في الطابق العلوي من المنزل على رسائل تبادلتها مع ابن العم ذاك لحبيب بومهيدي، وتأسيسا على تلك الرسائل التي كانت الهالكة تحتفظ بها، فهم المحققون أنه القريب الأقرب الذي بقي لها، ولذلك كان الأستاذ لحبيب أول من اتصلت به الشرطة لتبلغه بالنهاية المأساوية لابنة عمه رندا. لم يتأخر الرجل الذي اقترب من 60 في الحضور إلى المنستير. كانت برفقته زوجته مباركة بولعيد. علم منها المحققون أن لهما من الأبناء 3 بينهم بنت واحدة تدرس في ألمانيا. كان على الحبيب بومهيدي أن يقوم بتسلم جثة بنت عمه ومواراتها مثواها الأخير. لم يتوقف التحقيق في تلك الجريمة التي دوت في المنستير، ولم يأتي الاستماع إلى الذين كانت تتعامل معهم رندا في شركة صناعة الأدوية بأي نتيجة. لم يكن فيما توصل إليه الباحثون ما يدفع إلى الشك في أي من أولئك العاملين في الشركة، ولم يتم اكتشاف أي بصمة في منزل رندا بومهيدي. كان محيرا لغز الرقم الهاتفي الذي اتصل منه ذاك الذي زعم أنه فاعل خير وأبلغ عن جريمة قتل رندا بومهيدي. كان ضمن فريق الباحثين ضابط عرف عنه دقة الملاحظة. سأل رئيسه عن اسم زوجة الحبيب بومهيدي. لم تكن المرأة معنية بالتحقيق، إذ لم يكن هناك ما يضعها موضع شك، ولكن الضابط بدا ملحا على معرفة اسمها، فما كان من رئيسه إلا أن مكنه من الرقم الهاتفي للحبيب بومهيدي. بدا الرجل وقد فوجئ وهو يرد على المكالمة الهاتفية التي جاءته من شرطة المنستير. كان الضابط يتحدث إليه بلباقة، فالرجل ما زال يعيش حداده على ابنة عمه الوحيدة التي واراها الثرى قبل 4 أيام. ثم سأله عن اسم زوجته. رد مدرس الجغرافيا بعفوية وتلقائية أن اسمها مباركة بولعيد. لم يضف الضابط سوى كلمة شكر قرنها باعتذار عن الإزعاج، وانتهت المكالمة. بالنسبة لذلك المحقق دقيق الملاحظة، فإن ما فكر فيه قد يفضي إلى فك لغز مقتل رندا بومهيدي. فقد كان في بدايات التحقيق الأولى حول تلك الجريمة قد سجل أن صاحب الرقم الهاتفي الذي استعمله ذاك الذي أبلغ عن الجريمة هو مواطن تونسي يعيش في بلجيكا واسمه عبد الرزاق بولعيد. كان في تطابق الاسم العائلي للرجل مع الاسم العائلي لزوجة الحبيب بومهيدي ما يستفز الفضول، وكان طبيعيا أن يبحث الضابط عن وجود صلة قرابة ما بين مباركة بولعيد وعبد الرزاق بولعيد. كانت قد مرت 10 أيام على الاتصال الهاتفي الأخير الذي أجراه الضابط مع الحبيب بومهيدي لما عاود الاتصال به. سأله عما إذا كان لزوجته شقيق أو ابن عم أو قريب اسمه عبد الرزاق ويقيم في بلجيكا. بعفوية وبلا تردد كما في المرة السابقة أجاب الحبيب بأن لزوجته ابن عم يقيم في بروكسل منذ عدة سنوات واسمه عبد الرزاق بولعيد. مضى الضابط يسأله عما إذا كان الرجل يزوره حين يأتي إلى تونس وعن المرة الأخيرة التي زاره فيها. أكد الحبيب أن الرجل نادرا ما يزورهم في البيت، وأنه في المرة الأخيرة على سبيل المثال لم يزورهم، وأن زوجته أبلغته بأنها التقته صدفة في شارع الحبيب بورقيبة. علم الضابط من الحبيب أن الرجل كان في زيارة إلى تونس في شهر ديسمبر. علم منه أيضا أنه يعيش وحيدا منذ أن طلق زوجته البلجيكية. لما نقل الضابط تلك المعلومات إلى رئيسه صار جليا أنه من الضروري المضي بالتحقيق في اتجاه النبش حول الصلة المحتملة لمباركة بولعيد زوجة الحبيب بومهيدي بجريمة قتل رندا. كانت مباركة تصغر زوجها ب16 عاما، وبعد أن صار يعيشان وحيدين في منزلهما منذ 4 أعوام منذ أن غادر أولادهما المنزل وانتقلوا إلى الخارج، صار يعتري علاقتهما فتور بين.
كذلك قال بعض جيرانهم الذين أكدوا أن الأستاذ لحبيب رجل مسالم وطيب، بيد أن امرأته تنزع إلى السلطوية. وكان المرض الذي يعاني منه الحبيب مع تقدمه في السن مما جعلها تمعن في تجاوزه بل وتجاهله. تلك الشهادات التي استقاها المحققون من الجيران والمحيط الذي تتعامل معه عائلة الحبيب بومهيدي صبت باتجاه خلاصة أولى تفيد بأن المرأة إنما كانت تعيش منتظرة لحظة رحيله حتى يؤول إليها وإلى أبنائها ما كان يملكه الرجل من عقارات وغير ذلك مما ورثه عن والديه، هو الطمع في الإرث. ثم جاء اليوم الذي تم استدعاء السيدة مباركة بولعيد إلى مقر الشرطة المركزي في تونس العاصمة. حرصت وهي تتسلم الاستدعاء أن تسجل استغرابها للأمر. لما حضرت وقد جاء برفقتها زوجها الحبيب أدخلت مكتبا ليس فيه سوى طاولة وبضعة كراسي. لم يسمح لزوجها بالدخول، طلب منه الانتظار. كان 4 من المحققين معها في القاعة. تراوحت أسئلتهم بين تلك التي تخص حياتها الأسرية وعلاقتها بالجيران وبباقي أفراد العائلة، وتلك التي تخص علاقتها بابن عمها عبد الرزاق. كانت تبدي بعض الانفعال كلما أتوا على ذكره. ثم في لحظة لم تكن تتوقعها قال لها أحدهم إن الباحثين توصلوا إلى ما يفيد بأنها متورطة في قتل ابنة عم زوجها رندا بومهيدي. حاولت أن تثور، ولكن البرود الذي لمسته في وجوه المحققين جعلها تنثني وتحاول أن تنفي كل علاقة لها بقتل المرأة. ثم فاجأها أحدهم بالقول إن عبد الرزاق اعترف بكل شيء. صمتت طويلا، ولما عاودوها بالأسئلة اعترفت. قالت إنها كانت قد اتفقت مع ابن عمها على تصفية المرأة لما اتضح لها أن زوجها الحبيب هو وريثها الوحيد. اعترفت بأن كل شيء تم في ديسمبر من العام 10 و2000، وأن عبد الرزاق تكفل بإيجاد القتلة. كان يعرفهم واتفق معهم على تصفية المرأة لقاء مبلغ هام. زعمت مباركة أنها لا تعرف أولئك المجرمين. وضع المحققون خطة ألزموا مباركة بالمشاركة فيها. طلبوا منها أن تتصل بابن عمها الذي كان عشيقها في الآن نفسه، وأن تبلغه بأن زوجها يحتضر، وأن عليه أن يحضر إلى تونس لإتمام ما اتفق عليه في السابق. بعد 3 أيام كان الرجل يدخل تونس من مطار قرطاج. اعتقل ووجه باعترافات مباركة. يوم مضى رجال الشرطة للقبض على رأس العصابة ذاك الذي بصوته بح، وجدوه في حالة سكر بين في إحدى الخمارات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.